صباح الخير ومساء عليكم. مبدئيا انا بعتذر عشان الاضاءة في الفيديو دوت مش كويسة، لكن في الفيديو دوت برضو هنخليها كويسة. فالنهاردة هعلمكم ازاي تعملوا الرينج لايت باقل من 300 جنيه، وكمان هقول لكم ايه العيوب اللي قابلتني وايه الحاجات الحلوة اللي ممكن تعملها عشان تتجنب العيوب دي. فمن غير ما نضيع اي وقت خلينا نبتدي. اوكي، زي ما قلت لكم النهارده هعلمكم ازاي تعملوا الرينج لايت. للي ما يعرفش ايه هو الرينج لايت، تعريف سريع كده. الرينج لايت هي اضاءة للناس اللي بتصور فيديوهات او حتى صور، بتخلي شكل الصور او الفيديوهات احسن بكتير. وبما هو اسمه رينج لايت فهو جاي من كلمة رينج اللي هو الخاتم، عشان كده هو مدور. فبالتالي بيحط لك زي تدويرة او دورية كده في عينك، بتخلي شكل الصورة او الفيديوهات حلوة لما تكون بتصور وش بني ادم. نعمل الرينج لايت هنحتاج حاجتين. اول حاجه هي ال LED درايفر او الليد درايفر دوت. ده هتلاقيه عند اي كهربائي، في شكلين منه، في المربع وفي الدايره، وفي لون الابيض والاصفر. احنا هنحتاج الدايره واللون الابيض. انا اللي جبته 18 واط وفي احجام كتير جدا، لكن الحجم اللي انا جبته متوسط، اللي هو مش صغير قوي ولا كبير قوي، الحجم المتوسط. الليد درايفر دوت جبته ب 85 جنيه. تمام. فخلينا دلوقتي نروح على المكتب نشوف هنعمل ايه في ال LED درايفر او الليد درايفر دوت، وبعد كده نرجع تاني هنا ونشوف ايه الحاجة التانية اللي احنا محتاجينها عشان نخلص الرينج لايت. هو الطريقة بتاعته سهلة جدا، مش بتاخد وقت، وفي الاخر النتيجة بتبقى جميلة جدا. فخلينا نروح على المكتب. طيب دلوقتي جينا على المكتب بسرعة كده، بس الحاجات اللي تبقى موجودة جوه العلبة عشان نتخلص من العلبة او نرميها ونشتغل. اول حاجة بنلاقيها اكيد هي الليد درايفر نفسه. بيبقى فيه زي حامل كده عشان لو عايز تحطه في الحيطة، لان هو اصلا المفروض يتحط في الحيطة. كمان بيبقى فيه كيسة فيها المسمار والحاجتين الخضر دول اللي بصراحة انا مش عارف بيعملوا ايه. وكمان بيكون موجود الشيء دوت اللي هو بتدخل منه هنا الفيشة اللي بتبقى في الليد درايفر، وبتطلع منه فيشة في الكهرباء. طبعا هو مش بيكون متوصل بفيشة على طول، يعني هو بيكون جاي بسلك لغاية هنا بس، لكن انا كملته وعملت سلك يوصل لغاية فيشة عشان ندخلها في الكوبس، مش هنحطه في الحيطة يعني على طول. الحاجات الحلوة اللي لازم تعملها انك تحط الكوبس دوت، بيسهل عليك على طول لو انت حاطه في الفيشة انك تشغله وتنوره. طبعا الحاجات ديت كلها هتجيبها من عند الكهربائي، مش هتكلف اكتر من 10 جنيه. انا جبتها ب 8 جنيه بالظبط، والكوبس دوت كان ب5 جنيه. نيجي بقى للليد درايفر نفسه. لما بتقلبه بتلاقي عندك اول حاجه المدخل الاورنج اللي بندخل فيه المدخل الاورنج اللي هنا، بيبقى فيه سهمين بتدخلهم في بعض، لكن مش دوت اللي احنا عايزينه دلوقتي. اللي احنا عايزينه دلوقتي من ورا هتلاقي هنا في تقريبا 8 مسامير. انا شلتهم، هتشيلهم باي مفك عادي، انا عن نفسي شلتهم بمقص، فالموضوع هيبقى سهل جدا. هتشيل اول طبقة مش هنحتاجها، وهتلاقي في اكتر من طبقة، لكن كلهم هتشيلهم مش هنحتاجهم دول عشان يعكسوا النور ويخلوا الاضاءة مش شارب، يعني يخلوها ناعمة. لكن احنا مش هنحتاجهم، ممكن نحتاج ديت بس لو انت مش عايز تخلي الصور بتاعتك شارب قوي، تحطها كده والصور هتبقى ناعمة. طيب كده تقريبا احنا قربنا نخلص، لكن لو جينا فوق كده هنلاقي عندنا فتحات. هنيجي للفتحة اللي في النص ونحاول نوسعها بأي حاجة. أنا عن نفسي وسعتها بمفك، ممكن توسعها بمقص، أي حاجة تحاول توسعها. خلينا دلوقتي نوسعها ونيجي تاني. طيب دلوقتي المفروض تبقى عاملة كده، هتعرفوا ليه دلوقتي حالا، لكن خلينا نرجع تاني ونشوف ايه هي الحاجة التانية اللي احنا محتاجينها. كده تقريبا احنا خلصنا او قربنا جدا من ان احنا نخلص. زي ما انتم شايفين كده دوت الرينج لايت، وبما اننا حطينا فيه كوبس فممكن تولعه في اي وقت وتطفيه تاني. طبعا كده انتم مش شايفين حاجة، لكن كده الاضاءة عليا انا، هو المفروض بيكون محطوط كده هوت بحيث ان الاضاءة تبقى كويسة. فده الرينج لايت. لكن دلوقتي الناس اللي بتصور فيديوهات او بتصور لازم يكون دوت محطوط على حاجة، على ستاند او حد يكون ماسكه على الاقل. في اكتر من فكرة عشان تثبته. اول حاجة ان حد يمسكهولك، ودي اسهل حاجة، لكن مفيش حد هيفضل مثلا واقف ساعة
ماسكهولك ومش هيتحرك. تاني حاجه انك ممكن تثبته في حيطه او تثبته في اي حاجه بالبتاعه اللي بتيجي معاه ديت، بحيث انك تثبت مسمار فيه وديت مثلا تحطها في الحيطه او تحطها في اي حته. لكن في اختيار تالت ودوت اللي انا عملته، هو انك تجيب ستاند للاضاءه او ستاند لللايت. دي علبه الستاند اللي انا جبته، اسمه جنرال WT 803. الستاند دوت جبته ب 180 جنيه، ودوت بيبقى الحجم بتاعه مش عارف باين كله ولا لا، لكن بيطول طول كبير جدا. ما اظنش ان حد هيحتاج طول اكتر من كده. فاللي هيحصل دلوقتي اللي احنا عايزين نحط الرينج لايت دوت على الستاند دوت. عشان كده احنا فتحنا هنا خرم كبير، عشان الخرم دوت زي انتم شايفين مش هيخش في الستاند. عشان كده احنا جبنا الرينج لايت وفتحناه من تحت بفتحة كبيرة عشان نعرف ندخله في الستاند بتاعنا. هيبقى شبه كده والمفروض يبقى محطوط زي كده. لكن زي ما انتم شايفين كده الرينج لايت يعني مش ثابت، فعشان نثبته اكتر محتاجين حاجة او صامولة مقاسها 10. هي اسمها كده صامولة 10، هتلاقيها عند اي واحد بتاع مسامير. طيب دلوقتي اللي هيحصل كذا حاجة. طيب اللي هيحصل دلوقتي اللي انا هنجيب الستاند وهنحط فيه الرينج لايت من المكان اللي احنا فتحناه، وبعدين هتجيب الصامولة ال10 وهتربطها برضو بمفتاح 10 لغاية ما الرينج لايت يبقى ثابت في الستاند. بعد كده هتفتح الستاند وهتحطه في المكان اللي انت عايزه، تحط الفيشة بتاعت الرينج لايت، وبكده انت تكون خلص. الصامولة جبتها بحاجة قليلة جدا بربع جنيه او كده، فالحسبة الكلية اللي اخدتها في الرينج لايت دوت كانت 275 او 280 جنيه وبس. ديت كانت طريقة عمل الرينج لايت. بيساعد قوي وبيفرق قوي في الكواليتي بتاعت الفيديوهات او بتاعت الصور. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل له شير عشان الناس اكتر تعرف تعمل الرينج لايت. ويا جماعة هنرجع مرة تاني مسابقة الكومنتات. احسن كومنت هيتكتب تحت هاخده وهحطه في الفيديو اللي جاي. ما تنساش كمان لو عندك اي اسئله تكتبها تحت في الكومنتات وانا هرد على الاسئله كلها. كان يكون وصلنا لاخر الفيديو، كان معاكم جمال، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.